السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. في الفيديو تاع اليوم راح ندير لكم وصفه الكسره رخسيس ولا كسره معجونه. بيان سور هاد لا روسيت ما كانش اللي ما يعرفش يديرها، وكم المره اللي فاتت درت لكم وصفه شوربه فريك، دونك هاني زدت لكم معاها وصفه الكسره معجونه. دونك تبعوا معايا مليح الفيديو للاخر باش نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. في القصعه تاعي واش درت 3 كيلات سميد، كيلو بالكيله اللي تحبوها نتوما. سميد يكون نوعيه مليحه باش الكسره تاعكم تجي مليحه. كل كيله درت لها مغرف صغيره تاع ملح. ما تشوفوش لا كولور تاع السميد تاعي، انا ندير السميد تاع القمح. من بعد درت لها مغرف، زدت لهم مغرف صغيره سكر باش الكسره تاعنا طيب لنا حمراء، ومغرف ممسوحه تاع خميره الخبز. المغرف اللي كيلت بها هي المغرف تاع القهوه بيان سور، ماشي المغرف كبيره. من بعد درت لهم جلجلانيه. نتوما اللي عندكم السينوج ديروا السينوج راهو مليح. اللي تحب تاني دير حبه حلاوه راهي تعطيكم نكهه مليحه للكسره. نخلط المواد الجافه تاعي بيان مع بعضاهم، بعد ندير حفره في النص ونجي ندير نص كيله زيت. دونك 3 كيلات سميد بنص كيله زيت. لاستيوس تاعي في الكسره باش تجيكم مليحه وتجيكم زي الكاطو، مغرف صغيره زبده اختياريه بصح كي جربوها راح تعطيكم واحد البنه للكسره تاعكم تجيكم هايله، تجيكم زي الكاطو في البسوس. نبسس بيان السميد تاعي، تما ندخل فيه بيان هذاك ليدام الزيت والزبده. نحك بيان بين يديا، انا نورمالمون نخدم بزوج يدين، مي القصعه تاعي صغيره هاني دونك ولفت نخدم بيد واحده. نبسس بيان ونحك مليح السميد في القصعه بيدي باش هذاك ليدام تاعي يدخل لي مليح في السميد. قلت لكم السميد انا اللي ندير فيه راهو تاع القمح، عليها لا كولور تاعو رايحه شويه للماغون. الانواع تاع السميد الملاح عندكم بن عمر، عمر بن عمر، عندكم البركه، عندكم كنزه، وكاين تاني اكسترا السميد تاعها مليح. ومن بعد نبدا نلم فيها بالماء دافي، الماء يكون دافي ونحط بشويه ونلم ونعجن او ميم طون، وما نبلهاش تما ما نلمهاش طريه بزاف ولا جاريه، نلمها شايحه. الكسره معجونه تحب تتلم ببوسيه شوي، دونك نبقى نزيد في الماء ونلم، نبقى نزيد في الماء ونلم حتى نوصل للقوام اللي انا حباته. و ميم طون نعجن باش الملح هذاك يتخلط بيان مع السميد تاعي. ها هو القوام اللي حبيته، شوفوا لميتها ببوسيه. نحيها من القصعه باسكو القصعه تاعي صغيره، نحطها سور لو بلان دو طرافاي ونبدا نعجن فيها. لازم تعجنوها تري تري بيان، راهي كوم اسمها قاعد تسمى كيما اسمها، بعد اسمها كسره معجونه، دونك لازم تتعجن بيان. حنا هذه هي طريقتنا، كل واحد كيفاه. دونك نعجنها بيان، وهذه العمليه نتسمى نعجنها تري بيان. نعاودها دو فوا، يعني نعجنها ونخليها ترتاح ونزيد نعاود نعجنها حتى تولي لي الكسره تاعي طريه. شوفوا كيفاش تولي ليس كيما بعضها. نجي نقسمها. انا هذيك الكيله اللي درتها درت لي 3 قرصات تاع كسره. نحط هذوك الزوج قرصات من يكون غطيهم باش ما يديروليش القشره من الفوق، ونخدم كل قرصه وحدها نزيد نعجنها بيان باش ندورها ونديرها متحوفه. حنا العمليه هذه نسميوها عمليه التقرقيب، يعني نقرقبوها. كل منطقه كيفاش يسميوها، ما نعرف نتوما كيفاش تسميوها. دونك نبقى نقرقب في الكسره تاعي بيان، نحي لها هذوك لي زامبيرفيكسيون باش تخرج لي دوائره معدوله متحوفه قرصه يعني. فوالا كيما راهو في الفيديو يبان. وهذه العمليه نديرها مع الكميه تاعي تاع الكسره كامله. فوالا ها هاني خرجتها معدوله دوائره بيان. نزيد نخليها ترتاح واحد دقيقتين 3 هكاك، لو طون لي الطاجين تاعي يكون قاعد يسخن. شوفي كل ما ارتاحت اي عجينه، كل ما ارتاحت كل ما مشات في يدكم بيان، كل ما طاوعتكم في الخدمه كل ما عطاتكم نتيجه مليحه. هنايا الطاجين تاعي هاو فوق النار، وانا اني بديت نحل في الكسره تاعي. شوفوا كي تحلوها بيبوسيه كيفاش تعطيكم الطوع في الخدمه، تتحللكم كيما حبيتو نتوما، ما تجيكمش جاريه تسمى ما تجيش بارفات يعني. ونبدا نحل فيها. بيان سور لازم تحلوها مدوره، ما كان له اللعب كما تقول ماما، لازم تكون 500. وفوالا ونطيبها طيابهاكم كامل تعرفوه. وهذه هي الكسره سهله مليحه. كل وحده تقول لي طريقتها في لي كومونتير، حنا هكا نديروها وتجي بنينه وتجي يعني تجي بارفيت الله يبارك. وبيان سور نهار اللي درت فيه الكسر هذه راني درت فيه شوربه فريك. دوك نخلي لكم الرابط تاع الوصفه تاع شوربه فريك في لابوات دو ديسكريبسيون. وانا نروح نكمل نطيب الكسره تاعي ونشوفوها مع بعضنا. بيان سور قبل ما نحطها الطيب راني ننقبها، سواء تحبوا تنقبوها بالفرشيطه سواء تحبوا تنقبوها باي حاجه، كما انا ننقب فيها بداك هذاك العود تاع الشوا، مخليه واحد دايما للكسره.
نزيد نعاود معكم عمليه تاع الحلان مره واحده اخرى باش تشوفوني بيان كيفاش درتها. بيان سور على بالنا بلي الكسره ما كانش اللي ما يديرهاش وما كانش اللي ما يعرفش يديرها، دونك تختلف الطريقه برك من بلاصه لاخرى. المره الجايه ان شاء الله ندير لكم المطلوع باذن الله، حنا نقولوا لها الكسره خميره. وكل مره باذن الله نجربوا مع بعضنا وصفه من الوصفات التقليديه، هكا باش ما يتنساوش هاد لي غوسيت. ما على بالنا بلي كاين الناس بزاف يديروهم، ما نتشاركوا الاختلاف، يعني كل بلاصه كيفاش ديرهم، نهزوا على بعضنا لي زاستوس. دونك انا نكمل نطيب الكسره تاعي ونروح نشوفوها مع بعضنا كي طيب كيفاش تجي. وهاي ليكم كسرتي البسيطه المتواضعه ورا ما طابت. شوفوا والله العلي العظيم قاطو. تبعوا برك الطريقه اللي درتها، شوفوا كي راني نقص فيها ديجا راهي سخونه، هذاك وين نحيتها من الطاجينه. جات هايله هايله هايله، وهاكم شفتوها كيفاش ساهله يعني. وشوفوا تحب برك العجين يكون مدتها 10 دقائق هكا كنتو تعجنوا فيها باش تعطيكم نتيجه مليحه. وفوالا. كما قلت لكم تاعي انا تاع القمح، يعني القمح مش السميد الابيض، تاع القمح الكامل. وصدقوني هايله وبنينه وريحتها بنينه، وهذيك اللمسه تاع الزبده فيها والله قاطو سبحان الله. مع البن مع شوربه مع اي حاجه مع اي حاجه تجيكم هايله. دونك هذه هي لا غوسيت تاعي تاع الكسره، جاسبر تكون عجبتكم. ما تنساوش تعطيوني رايكم في لي كومونتير، ديروا لي لايك لا فيديو واشتركوا في القناه، والى اللقاء مع وصفات اخرى ان شاء الله.